تخيل أنك في طائرة طالع من نيويورك عام 1955. كل شيء عادي، الرحلة قصيرة، المفروض توصل لميامي في 3 ساعات، لكن الطيارة تختفي بدون أثر وتظهر من جديد بعد 37 سنة. نفس الطيار، نفس الركاب، نفس الطائرة، بحال إلى الزمن حبس فيهم. وش ممكن فعلا طيارة تدوز عبر الزمن؟ هذه هي قصة الرحلة 914، القصة اللي حيرت العالم واللي حتى اليوم ما لقاوش لها تفسير. مرحبا بك في العالم المجهول مع الرحال ومع رحلة جديدة مليانة غموض وأسرار. وجد راسك لأن رحلتنا ستبدأ الآن. في 2 يوليو 1955 كانت الأمور عادية في مطار نيويورك. الرحلة رقم 914 كانت طائرة صغيرة من نوع دوغلاس دي سي 4، عليها 57 راكب، من بينهم أسر، رجال أعمال، أطفال، كلهم متجهين لميامي. الطيار كان فرانك بوليتمان، رجل عنده سنوات من الخبرة في المجال. غادر المطار في 9:55 صباحا. الطقس كان جيد، الأجواء مستقرة، وما كان حتى مؤشر على شيء خطير. ولكن ساعات قليلة من بعد الإقلاع الطيارة اختفت من على الرادار. برج المراقبة ما بقى يسمع لا صوت لا إشارة ولا والو. قاموا بعملية بحث جوية وبحرية، غواصات، طائرة استطلاع، فرق إنقاذ، لكن بدون نتيجة. تبقوا يقولوا الرحلة 914 تحطمت ومات كل من فيها. مرت سنة، 3، 10، الناس نسات والتحقيقات تسدات والأمل مات. لكن الشيء اللي ما توقعوه حتى واحد هو ان الطائره غادي ترجع بعد 37 سنه. 9 سبتمبر 1992 مطار كاراكاس الدولي. المراقب الجوي جوان دي لاكورتي شاف على الرادار طائره كتقرب من المدرج، لكن الطراز ديالها قديم بزاف. الطائرة كتواصل عبر الراديو: هنا رحلة 914 قادمين من نيويورك ووجهتنا ميامي. الصدمة، هاد الطائرة ما كانش خاصها تكون موجودة وما كاين حتى رحلة بهذا الرقم. نزلت الطائرة وتصدموا اكثر من بعد. الركاب كانوا لابسين ازياء الخمسينيات والطيار مذهول كيقول فين كاينين، شنو هاد التكنولوجيا؟ قالوا ليه انت في فنزويلا والسنة هي 1992. الطيار ما صدقش ورجع للطائرة بسرعة، شعل المحركات واقلع قبل ما يتواصل مع اي جهة. وبعد لحظات الطائرة اختفت من جديد وما تشافتش مرة أخرى. الإعلام خرج مصدوم. عودة الطائرة التي اختفت سنة 1955، هل سافروا عبر الزمن؟ لكن فاش بدأت الصحافة تحاول تعرف الحقيقة، تبين أن القصة نشرت أول مرة في مجلة قديمة تسمى ويكلي وورد نيوز، وهي مجلة معروفة بنشر قصص خيالية. ولكن كاين شهود قالوا شافوا الطائرة، وموظف المطار أكد أنه تواصل معاهم. واش كانت خدعة إعلامية ولا فعلا كان شي واقع خارق للطبيعة وقع؟ الناس بداو يفسروا القصة بطرق مختلفة، مثل السفر عبر الزمن، كانت فتحة ثغرات زمنية خلت الطائرة تمر لعالم آخر. كاينين مناطق فوق الأرض فيها طاقات غريبة مثل مثلث برمودا. فقط خرافة إعلامية، القصة كاملة مفبركة لجذب القراء والناس صدقاتها مع الوقت. قصة الرحلة 914 بقت غامضة، ما كاين لا تسجيل رسمي في فنزويلا لا دلائل علمية قوية تثبت الظهور، لكن القصة عايشة كتدور في فيديوهات، المواقع وحتى الكتب. وحتى إذا كانت خرافة كتبقى قصة رائعة على قوة الغموض وعلى كيفاش الدماغ ديال الإنسان كيعشق الحكايات اللي فيها واش ممكن. واش انت كتظن أن الرحلة 914 وقعت فعلا؟ واش ممكن شي طيارة تدوز عبر الزمن؟ كتب لي رأيك في التعليقات وما تنساش تخلي لايك وتشترك في القناة. كانت هذه رحلتنا لليوم. الرحال يتمنى لكم رحلات عامرة بالمغامرات والنجاحات. إلى اللقاء.